يا اهلا يا بنات، منورين القناة ومنورين حياتي كلها. النهاردة الفيديو ده مش مجرد فيديو عادي، دي جلسة صفا وفضفضة من القلب للقلب. هتبقى حاجة تشربوها وتعالوا ندردش في اكتر حاجة بتسحب طاقتنا وبتهد حيلنا واحنا مش واخدين بالنا، او واخدين بالنا بس مكسوفين نتكلم. النهاردة هنتكلم عن بعبع البنات الجدعة، هنتكلم عن فن قول لا. عارفة ان الكلمة دي بتبقى واقفة في زورنا زي اللقمة الناشفة، وبنحس اننا لو نطقناها السما هتبلع الارض، او الناس هتبصلنا بصة يا ساتر يا رب ايه الانانية دي. بس الحقيقة اللي لازم نعرفها سوا ان لا، دي اللي هتنقذ حياتك وتنقذ صحتك وتخليك بجد انسانة متزنة ومحترمة لنفسك قبل ما تحترم الاخرين. ليه بنقول واحنا من جوانا بنصرخ وبنقول لا؟ بص يا بنات، احنا في مصر اتربينا على جملة البنت الشاطرة هي اللي بتسمع الكلام، وخليكي جدعة وما تكسفيش حد. كبرنا وبقينا مكوك بيتحرك علشان يرضي الكل، ماما بابا المدير الصحبة، حتى الجارة اللي ممكن تطلب منك طلب ملوش اي لازمة في وقت انت فيه ميتة من التعب. احنا بنخاف من فكرة الرفض، بنخاف الناس تقول علينا اتغيرنا او بطلنا نكون حلوين. بس تعالي نكون صريحين مع بعض شوية، هو ارضاء الناس ده وصلك لايه؟ وصلك لضغط عالي، صداع نصفي، ارهاق مزمن، ولا وصلك لانك بقيتي بتعملي الحاجات وانتي مغلولة من جوه وبتقولي في سرك يا رب الموضوع يخلص بسرعة؟ دي مش جدعنة يا بنات، ده استنزاف. تعالي احكي لك قصص من الواقع علشان تحسي انك مش لوحدك. علشان الموضوع ما يبقاش كلام نظري، خلوني احكي لكم قصص بنعيشها كل يوم وشوفوا نفسكم وسط القصص دي. قصة سارة مثلا والشغل اللي ما بيخلصش. سارة بنت زي الفل، شاطرة جدا في شغلها ومديرها عارف ان نفسها حلوة ومن النوع اللي بتنجز في الشغل وما بتقولش لا. كان كل يوم يرمى عليها شغل زمايلها وهي تسكت وتقول معلش اصلهم مضغوطين، لحد ما في يوم سارة وقعت من طولها في المكتب من الإجهاد. تفتكر ايه اللي حصل؟ الشغل وقف؟ بالعكس، زمايلها خدوا الشغل كملوه عادي والشغل مشي من غيرها، وهي اللي قعدت في البيت أسبوع بتتعالج من أثر الضغط. سارة اتعلمت الدرس الصعب، إنك لو ما قلتش لأ لشغل مش شغلك محدش هيقولك شكرا إنك تعبتي، بالعكس هيعتبروا إن ده حق مكتسب. وكمان نهى عندها صاحبة دراما كوين كده شوية، كل يوم تتصل بيها يا نهى انزلي معايا المول، يا نهى تعالي وديني المشوار الفلاني. نهى تكون راجعة من كليتها أو شغلها ونفسها تنام، بس تقول حرام دي صاحبتي وهتزعل. الفكرة ان نهى بقت بتروح المشاوير دي وهي قاعدة مكشرة ومش طايقة نفسها، وصاحبتها لاحظت وبقت تقلب الموضوع خناقة. انت جاية بجميلة هنا. نهى خسرت حاجتين، راحتها وزعلت صاحبتها. لو كانت قالت من الأول يا حبيبتي أنا بجد ميتة من التعب انزلي وأنا هكلمك بالليل نطمن على بعض، كانت حافظت على علاقتها وعلى طاقتها. ازاي نقول لأ من غير ما نتحول لوحوش؟ السر كله في الطريقة، انت مش محتاجة تزعقي ولا تعملي مشكلة علشان ترفضي، في اتيكيت علشان تقدري تقولي لأ. الرفض الساندوتش، ابدأي بحاجة حلوة بعدين قولي لأ، واختمي بحاجة حلوة مثلا يا حبيبتي تسلمي انك فكرتي فيا، دي الحاجة الحلوة. بس للأسف يوم مليان جدا ومش هقدر أساعدك المرة دي، إن شاء الله المرة الجاية نلاقي وقت سوا، ودي بقى الخاتمة اللطيفة. وكمان بلاش تبريرات طويلة. عارفة لما بتفضلي تشرحي أصل والله الغسالة باظت والقطة كانت بتولد وابن خالد جارتنا عنده برد، كل ده بيخلي اللي قدامك يحس إنك بتتلككي فيفتح معاكي باب للمناهدة. لأ مش هقدر، هي جملة كاملة مش محتاجة شرح. كمان سياسة التأجيل، يعني لو حسيتي انك هتضعفي وتقولي تحت ضغط، قولي سيبيني اشوف جدولي وارد عليكي. ال10 دقايق دول هيدوكي شجاعة تبعتي رسالة رقيقة بالرفض وانتي هادية. كمان مرحلة ما بعد لا، وده فخ تأنيب الضمير. بص بقى يا ست الكل، اول ما هتقولي لا لاول مرة هيجيلك شعور كأنك عملتي جريمة، هتقعدي تلومي نفسك وتقولي انا ليه عملت كده، دي كانت غلبانة ومحتاجالي،
هنا لازم توقفي نفسك فورا واسألي نفسك، هل أنا فعلا كنت قادرة أعمل الحاجة دي من غير ما أجي على نفسي، من غير ما أجي على حساب بيتي شغلي أو صحتي؟ لو الإجابة لأ، يبقى أنت عملت الصح. عودي نفسك إن قيمتك مش مرتبطة بخدماتك للآخرين. أنت غالية ومحبوبة علشان أنت، مش عشان أنت القسطى اللي بيخلص مصالح الكل. يا بنات احنا محتاجين نغير الثقافة دي، محتاجين نربي نفسنا ونربي اللي حوالينا اننا بشر لينا طاقة ولينا حق في الخصوصية وفصلان الدماغ. لا مش كلمة وحشة، لا هي دي الكلمة اللي بتخلي بتاعتك ليها قيمة. لما تقولي وانت فعلا عايزة تعملي الحاجة بحب وبإتقان وابتسامة خفيفة. عايزاكم النهاردة كل واحدة فيكم تحط حدود لملكيتها الخاصة. اللي يحترم حدودك هو ده اللي يستاهل يفضل في حياتك، واللي يزعل علشان مصلحته ما تمتش يبقى هو كان بيحب الخدمة مش بيحبك انتي. اكتبولي في الكومنتات ايه اكتر موقف ندمتوا انكم ما قلتوش فيه لا، وايه الخطة اللي ناويين تعملوها علشان تحموا طاقتكم الفترة الجاية. انا هقعد اقرا كل كومنتاتكم ونرد على بعض. بحبكم جدا، وخليكم فاكرين نفسك اولى بيكي. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام.